تعالوا شوفوا بقى أنا عملت إيه. عملت حاجة حلوة جدا. كان عندي حبة كحك باقيين من العيد، طبعا بقالهم كتير جدا بس كانوا في التلاجة على الرف فمش بيجراله حاجة، وفي العلبة متغطي. طبعا الكحك بيبقى مليان زبدة وعليه السكر بتاعه، كنت رش عليه السكر بتاعه، بيبقى دسم وطعمه حلو ودايب، فحرام ان هو يترمي. نزلته في الكبة، وممكن تفركيه بايديكي او تكسريه كده في قلب كيس، واديله لفة خفيفة كده في الكبة هينعم معايا. هنزل عليه كوباية من اللبن. طبعا انت هتقدري مقدار اللبن على حسب الكمية بتاعتك، ممكن تنزلي بالتدريج عشان اللبن ما يزيدش قوي، يبقى معاكي شبيه كده بالعجينة الطرية. وهاخده بقى من الكبة، جبت صينية فردت عليها كيس بلاستيك من اكياس التلاجة ونزلت عليها الكمية اللي انا طحنتها في الكبة او ضربتها في الكبة. ريحته حلوة قوي وطبعا طعمه حلو جدا، بس الكحك من الحاجات اللي الأطفال ما بتحبهاش قوي، يعني عشان بيبقى فيه زبدة وبيبقى تقيل شوية فتلاقيه مش مرغوب قوي في الأكل. بيحبوا البسكوت البيتيفور، الحاجات دي تخلص والكحك آخر حاجة تفضل قاعدة معاكي. وزعيه بقى على الحروف كده في الصينية بتاعتك، اعملي له حرف عشان أنا عايزة القلب فاضي. أهو فرغتها وخليت القلب بتاعها فاضي. بعد كده هجيب باكت من الكريم شانتيه وهنزله في البولة، ونزلي عليه كوباية من المية المتلجة أو اللبن المتلج. أنا ما كانش فيه لبن، اللبن خلص فنزلت عليه مية متلجة، وهضربه بالمضرب. طبعا اللي بيطير ده قطع التلج الصغيرة بتيجي تحت المضرب فبتطير، فخلوا بالكوا برضه، وخلي السرعة بتاع المضرب هادية. فاكرين مربة العنب اللي احنا عملناها مع بعض ودبس العنب اللي عملتها من تفل العنب؟ طبعا حلوة جدا وطعمها حلو، قلت لكم هتبقى حلوة جدا في الحلويات. والناس اللي ما شافتش الفيديو هتلاقي الفيديو موجود على الصفحة. خدت منها معلقتين ثلاثة نزلتهم على الكريم شانتيه، بيديله طعم في منتهى الجمال. على فكرة الكريم شانتيه اللي انا عاملاه كريم شانتيه خام من غير سكر، علشان عندي الكحك كان مرشوش عليه سكر، وطبعا المربى عليها سكر، فهيبقى عامل كده طعم حلو جدا، وهيبقى سكره معقول للناس اللي بتحب سكر خفيف. ونزلته في الصينية وحطيت عليه تاني معلقتين تاني من مربة العنب، هتديله لون وطعم وتخليه طعمه وشكله عامل زي الكريز او التوت اللي بيبقى غالي ما بنعرفش نجيبه، فده هيبقى بديل ليه. وشوفوا شكله حلو جدا مع اللون الابيض، بيدي لون وشكل في منتهى الجمال، وبيبقى طعمه كمان حلو جدا لما تضيفيه على الكريم شانتيه او اي حاجة فيها لبن، بيبقى طعمه حلو. وحطيها في التلاجة بتاعتك 3 4 ساعات لحد ما تجمد وتتماسك، وبعد كده قطعيها على شكل تورته، على شكل جاتوه، هتبقى حلوة جدا وفي منتهى الجمال. وعملت حاجة مش مكلفة وبدل ما نرميها، وطبعا الزبدة باينة فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش الاشتراك، ودعموا لي القناة شوية. وبحبكم جدا، وعملت حاجة سهلة بس جميلة، وجربوها هتعجبكم قوي، واللي ما جربش مربة العنب يجربها.